انا متاكده الا جربتي هاد الطريقه ديال الدجاج والدغميره غتولي معتمده عندك كيجي بحال تاع العراس. غنحتاجو لضويمه تاع الزعفران، اللب ديال الحامض وقشور الحامض، معلقه الهريسه، 4 ضرس الثومه كنديروهم في الطحانه بهذا الشكل. كنضيفوا عليهم نص كاس العصير ديال الحامض ونص كاس ديال الماء وكنطحنوه مزيان مزيان. كنخويوه في واحد الاناء، كنديروا معلقه السكنجبير، معلقه الخرقوم، معلقه ديال البزار ومعلقه ديال البسيبيسه وقعقله مدقوقين. صافي كنشرمل مزيان، كنتقب الصدر. الدجاج يكون منقي ومرقد في الخل ومغسول ومسقطر مزيان. كنهرس الظهر، كنجمع الرجيلات، كنخشيه في بلاستيكه. الدجاج ضروري يبات يا في الثلاجه لتحت يا في الفريكو. المهم ما تخدموش به جديد باش يتشرب لكم. ديك المريقه اولا ديك الشرموله درتها في بلاستيكه، سديت عليها، حطيته في الثلاجه. الغد ليه خديت طنجره ستفت فيه الدجيجات بهذه الطريقه. ضفت عليهم ديك الشرموله اللي بقات في البلاستيكه. بالنسبه للقانصه والعنوقه درت البزار، الخرقوم وبسيبيسه وقعقله وسكنجبير وجوج بصلات مطحونين مزيان، وغطيت بالماء نص ديال الدجاج ودرت ربطه صغيره تاع القزبر ودرتو كيطيب. من بعد ما كيغلى لينا الدجاج كنحسبو 50 دقيقه، كنشوفوا العنيه قواش طاب وكنحيدوه. ولا كنتكيو الفخذ الا ما خرجش الماء صافي راه واجد. صافي كنحيدو من داك المراق. الدجاج راه فاش كيكون مشرمل ودايز في الفريغو ولا في الثلاجه راه دغيا كيطيب. كنديرو على جنب، كناخذ 2 معالق مغرفات ديال المرقه كنديرهم على الزيتون وكنخليه يطيب. المرقه كندير عليها واحد الكاس مخلط بين زيت الزيتون والزيت العاديه، الكبده مسلوقه في الخل والماء ومقطعه، وكنردها كطيب وما كنغطيهاش باش دغيا تختار لينا. الدجاج كندهنو بالزبده والهريسه وعصره ديال الحامض وندخلو الفران. كان الدغميره مره كنحرك حتى كتختار بهذا الشكل. الدجاج بعد ما تحمر ها هو كيفاش كيجي محمر وزوين. ديروا ليه هذيك الخلطه وغيجيكم رائع. صافي بالنسبه للدغميره بعد ما وجدات واختارت. ونسيت ما قلتش لكم كندير واحد العود ديال القرفه في الاول مع الدجاج فاش كيطيب، وكنحيدو فاش كنبغي ندغمر المرقه. صافي كنزوق بالزيتون، الحامض، الهريسه. ديروا اللوز، ديروا اللي بغيتو، هكا كيجي دجيجات محمرين على حقهم وطريقهم. جربوهم وردوا عليا وبالصحه والراحه.